نبدأ يا صديقي؟ يلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو النهارده بإذن الرحمن شاشات 24 بوصة فقط لا غير. فيديو النهارده 20/1 2025. عندي بقى الشاشات اللي موجودة هناخدها النهارده 24 بوصة كله اي بي اس. عندي فريمليس 60 هرتز 75 هرتز، اس ار جي بي 99%، اس ار جي بي 100%، ابعاد 16/9، ابعاد 16/10، مداخل اتش دي وبدون، تايب سي وبدون. يبقى انا كده دي لميت لك كل اللي موجود معايا بقى من كام؟ من اول 1500 لغايه 3000. يعني يعتبر لخصت لك الفيديو، بس بقى نقول بالتفصيل فين ابو 1500 وفين ب3 ومواصفات. بسم الله. عندك هنبدا باول حاجه الفريم. جالنا بقى كميه من اللي هي بي 24-8، بي 24-8 وينيو، ابعادها 16/9. دي 1920 في 1080 اللي هي انا موقفها كده بالقعده الاصليه. اس ار جي بي 100%. المداخل فيها ديسبلاي وفيجا ودي في اي وسماعات داخليه. دي عامله 1500 الفرز الاول بالقعده الاصليه بدون الكابلات. اشغلها تلفزيون، اشغلها جرافيك، اشغلها بلاي ستيشن، اشغلها كل حاجه. طيب نفس الشاشه عندي الدل الالترا شارب، بس دي بقى الشاشه الكبيره البانل الاكبر. دي ابعادها 16/10 1920 في 1200. انا برضو مشغلها كده، القواعد كلها متحركه. لو انا هشغلها تلفزيون هركب لها فقط لا غير سماعه، ودي اللي مشغلها تلفزيون. شغاله تلفزيون بكابل الدي في اي اتش دي. عندي دي ب 1500 ودي برضو ب 1500. نفس المداخل بس دي فيها سماعات، دي ما فيهاش سماعات. دي 16/9، دي 16/10. اس ار جي بي 100%، اس ار جي بي 99%. الاختلاف مش هيكون كبير قوي. ادي اللي مشغل الشاشه دي في اي اتش دي من الريسيفر المباشر. كل الحكايه ان انا هشغلها تلفزيون، هروح مدي سماعه خارجيه واشغلها تلفزيون واشغلها كمبيوتر واشغلها زي ما انا محتاج. يبقى ادي اول اتنين ب 1500 جنيه، ابعاد 16/9 وابعاد 16/10، اس ار جي بي 100% واس ار جي بي 99%. سماعات وبدون سماعات. الدل يو 24-12 ام، ودي فيجيتسو سيمنز اسمها بي 24-8 الوين يو. تمام كده. نيجي بقى حاجه تانية بقى زي زي الدل بس يكون فيها اتش دي ام اي. دي اسمها اتش بي اي 242. انا منتظر القواعد الاصليه بتاعتها حاليا. الشغل اللي موجود بالنسبه للموديلات دي اهو، جايب حاله نظيفه الحمد لله. الاتش بي اللي هو بفريم برضه 24 بوصه اي بي اس بفريم اتش دي ديسبلاي فيجا 60 هرتز، اسمها اي 242 1920 على 1200، ابعاد 16/10. دي اس ار جي بي 96%. دي الفرز الاول منها. الفرز الاول بالقعده بالكابلات عامله 2000 جنيه. الفرز الاول بالقعده والكابلات عامله 2000 جنيه. دول من غير كابلات. تمام كده. مش كله هيبقى معاه كابلات. طيب ده بالنسبه للفريم. عرضنا دي موديل، ادي 2 ادي 3، ادي 3 موديلات بفريم 1500 1500 بالقعده الاصليه المتحركه. الفرز الاول بضمان 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. 2000 الفرز الاول بقعده متحركه برضو معاها كابلات باور واتش دي. نيجي لحاجه فريمليس. نيجي للفريمليس الاول. خلينا في 16/10. السيمنز الالماني اسمها بي 24-8 وينيو. معلش انا اسف، دي التي برو، دي الوينيو. الفيديسو سيمنز فيه ماركات كتير، فيه موديلات كتير، فبنختلف في الداش 8 و9 والحروف اللي بعديها. طيب نوطي الصوت هنا. خليني اخر حاجه التايب سي 75 هرتز دي اسمها بي 24-8 وينيو اللي هي دي برضو ابعاد 16/10 1920 في 1200، ابعاد 16/10. اس ار جي بي 100%. المداخل اللي فيها 2 ديسبلاي اتش دي ام اي دي في اي، سماعات داخليه. دي انا مشغل من الجهاز ديسبلاي ومدي الشاشه الثانيه ديسبلاي. يعني انا باخد من الشاشه دي ادي الشاشه دي اشغل شاشتين واقدر اتحكم اشغل دي حاجه ودي حاجه او اشغل الاثنين نفس المحتوى، ما عنديش مشكله. طيب دي عامله كام؟ دي هتبقى بالقعده والكابلات هتبقى عامله 2500 جنيه. دي هتبقى الفرز الاول بالقعده والكابلات هتبقى عامله 2500 جنيه. تاني الموديل اسمها بي 24-8 وي نيو. تمام كده. 2500 هيبقى معاها باور واتش دي ام اي. هيكون معاها باور واتش دي ام اي. طيب حاجه تاني فريمليس
نيجي للفيليبس. الفيليبس دي 24 بوصه اي بي اس فريمليس، اسمها بص 24 1 بي 7 كيو. وال1 بي 7 كيو في منها اكتر من موديل، في 16 على 10 وفي 16 على 9 وفي تايب سي وفي من غير تايب سي. دي 16 على 9 اللي فيها تايب سي، فيها 2 ديسبلاي. الموديل اهو، دي ادابتور 75 هرتز، اس ار جي بي 102%. قرب عليا يا مدير لحظه. الشاشه دي 24 بوصه اي بي اس فريمليس، ابعاد 16 على 9 1920 في 1080 75 فريم، سرعه استجابه 5 مللي، فيها 2 ديسبلاي اتش دي ام اي، فيها تايب سي. اللي هيشتغل على الماك او اللي هيشتغل على الموبايل مفيش مشكله، هشغلها على التايب سي اهو. مداخل اهي، فيها سماعات داخليه طبعا، مخرج صوت طبعا، هي مالتي ميديا، فيها سماعات زي ما انا مشغلها كده، وفيها ان انا اقدر اخد صوت خارجي لو انا هركب سماعه خارجيه. دي جايين بالقواعد الاصليه، اللي جاي بالقواعد الاصليه انا بقول اهو، ده جاي بالقواعد الاصليه زي السيمنز الالماني والديل والايه تاني والفيليبس، ده جاي بالقواعد الاصليه تمام. دي عامله كام؟ الفرز الاول بالقعده والكابلات باور واتش دي عامله 3000 جنيه. الفرز الاول عامله 3000 جنيه. الضمان على كل ال 24 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. ايه تاني عندك؟ في عندي كام قطعه من السامسونج ال 75 هرتز برضو، هوريك الموديل دلوقتي. وفي عندي كام قطعه اتش بي. الفكره بقى زي ما بقول في معظم الفيديوهات، ان اوقات بيكون جاي لي شغل كتير بس كل موديل منه قطعه قطعتين ثلاثه تمام. ففي عندي حاجات كتيره مختلفه، يعني في عندي اكتر من موديل من الاتش بي، فرز اول فرز تاني، عندي كذا موديل في السامسونج، عندي كذا موديل في سيمنز الالماني تمام. طيب نيجي للاستاذه دي 24 بوصه اي بي اس فريمليس 75 هرتز 2 اتش دي ديسبلاي، طبعا اس ار جي بي 99%. الفرز الاول قواعد السامسونج موجوده، يعني احنا مركبين دي قاعده السامسونج. دي برده 75 هرتز الفرز الاول بالقاعده الاصليه، دي موجوده القاعده الاصليه بالقاعده الاصليه متحركه، والكابلات برده عامله 3000 جنيه اللي هي السامسونج. هحاول اكتب لكم الموديل بتاعها. عندي بقى حاجات تاني، قطعتين ديل 24 اللي هي بي 24 22 اتش اللي فيها تايب سي، برضو الفرز الاول بالقاعده والكابلات عامله 3000 جنيه. ايه تاني موديلات عندك بقى؟ الجي 5، لا الجي 5 خلصوا. في يا ربي معلش في شغل جه هنا في جي 5 لا ده في جي 5 الحمد لله. الجي 5 برضو 75 هرتز ماشي. في جي 5 اتش بي اسمها بي 24 اتش جي 5، اسمها كده اتش بي 24 اتش جي 5، 24 بوصه برضو ابعاد 16 على 9، اس ار جي بي 99%، 75 فريم، فيها اتش دي وفيجا وديسبلاي وسماعات داخليه كويسه جدا. وانتاجها دي بيكون 2023 2024، يعني 2024 انا عرضتهم بقالي 3 ايام عرض منهم فيديو، يعني هم تقريبا قربوا يخلصوا. 3000 الفرز الاول بالقاعده بتاعتها الاصليه، دي معاها القاعده الاصليه اللي هي مش هيدروليك كامل، الموديل عامه معروف، بضمان 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. في بعض الموديلات بقى الثانيه، يعني ادي مثلا البي 24 22 اتش اي اللي فيها تايب سي عندنا في المحل فوق، هتبقى كده بالقاعده الاصليه برضه ابعاد 16 على 9 1920 في 1080 اس ار جي بي 99%، اتش دي ديسبلاي فيجا اللي موجود منهم ما فيهاش تايب سي، فيها فرز تاني خفيف. معاك بقى من اول 2200 الفرز التاني معاك من 2200 ل 2500. بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموديل اللي هو بي 24 22 اتش، الموديل اللي هو بي 24 22 اتش الفرز التاني الشاشه بالقاعده الاصليه بتاعتها موجوده، دي عامله 2200 ل 2500 فرز. السعر بقى زي ما بقول في كل فيديوهاتي، التسعير بتاعها بيكون حسب السكراتش او حسب الشاشه فيها ايه. الفرز الثاني بيكون الشاشه مثلا فيها سكراتش في الشاشه، مش في الظهر او في لا، بيكون فيها سكراتش هنا مثلا. انا عامل فيديوهات كتيره جدا يعني ايه فرز تاني، سكرتشايه فيها اكتر من 100 بكسل فيها بصمه، فالسعر بيكون من 2200 ل 2500 الشاشه بالقعده حسب الفرز بتاع الشاشه او حسب السكرتشايه اللي في الشاشه. في موديلات تاني
في حاجات للاسف مفيش منها كميات. جالنا تاني بقى ايه، حته كده، حته رايقه اهي. بس دي مش لاقي القعده زي الشاشه اللي قبلها، مش لاقي القعده الاصليه. حته رايقه قوي. تايب سي 75 فريم، اس ار جي بي 99 في 2 تايب سي، اتش دي ام اي ديسبلاي. حاجه رايقه قوي. دي اللي هي انهي موديل؟ دي جي 5. بص يا سيدي، والله مش شايف موديلها. اسمها اي 24 دي جي 4. اي 24 دي جي 4 فول اتش دي 75 هرتز. دي اصدارها 2020. طبعا كاميرا سلايدر اهي. هتعمل برضه في رينج ال 3250 بس مش بالقعده الاصليه. عشان كده دايما لما بيجي بقول ده فيه قطع، يعني للاسف بتيجي حاجات منها قطعه او قطعتين. ايه تاني عندي؟ تقريبا في جي 4 اللي هي ابعادها 16 على 10. انا مش عايز اطول في الفيديو واقعد بقى اطلع قطعه. خليني في اهم حاجه اللي منه كميات، يعتبر اللي انا مشغل جزء منهم اللي فيه منه كميات. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. وجي 4 سامسونج، في فيليبس موديل تاني، في ما شاء الله زي ما قلت كتير. فخلينا نبدا، خلينا ننهي بقى الفيديو. زي ما قلنا من 1500 لغايه 3000 جنيه. الضمان 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. في حاجات تكلفتها زي ما هي، في حاجات تكلفتها كنا اخر مره فعلا بنقطع ب 1400. التكلفه غصب عني جايه زياده شويه، غصب عننا كلنا كمان جايه زياده شويه. فمش هعرف انزلها زي ما كانت اخر عروض ب 1400 جنيه، هتبقى 1500 جنيه الفرز الاول بالقعده الاصليه. تمام. والضمان زي ما قلنا 3 شهور تيست استبدال وسنه على البورده. ده بالنسبه لجزء من الشاشات اللي موجوده ال 24. موجودين في فرع البستان في الدور العاشر. رقم التليفون بتاع فرع البستان. في ناس بتروح تقول لي انا مش عارف رقم التليفون. انا بسيب رقم التليفون. في تليفون ارضي في البستان وفي تليفون موبايل بس مش شغال واتساب. تمام. الواتساب الرقم الرئيسي هنا. بسيب لكم كل فرع برقم التليفون. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، ونشوفكم باذن الرحمن في فيديو جديد، والسلام عليكم. How much?